بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير عليكم او مساء الخير حسب تشوفوا الفيديو. يا اغلى متابعين، وحشتوني كتير من الفيديو اللي فات، وجايه لكم النهارده بفيديو جديد زي ما وعدتكم كده. قلت لكم هاجي لكم كده ان شاء الله بفيديو القشطه يا قشطه انت وهي. هنعملها بطريقه سهله بكوبايه سكر وشويه ميه. هنعمل احلى قشطه، قشطه حلاوه المولد. كل سنه وانتم طيبين. اللي بنجيبها بالغلا والكوى يا جماعه. والله العظيم بتبقى غالية جدا. يلا نسمي الله كده ونشوف هنعمل ايه. يلا بينا حبايب قلبي. اول حاجة كده هجيب بولة وهنزل فيها بمعلقتين 2 وربع من الجيلاتين النباتي الحلال. تجيبيه من العطار كده اللي ريحته حلوة، ماشي. وهننزل عليهم بربع كوباية من المية وهقلبهم كويس. وانا بقلبهم كده هتبص تلاقي الجيلاتين جمد منك عادي خالص، ما تخافيش، مفيش اي مشكلة. تمام. هنركنه كده في جنب وهنكمل الوصفة بتاعتنا ونشوف هنعمل ايه. يلا بينا. هجيب حلة وهنزل فيها كده بكوباية من السكر، عليها نص كوباية من المية. ويا ريت السكر بتاعنا يكون ناعم وابيض زي ما انت شايفه كده، بلاش سكر التموين في وصفات حلاوه المولد يا جماعه خالص. ماشي، بلاش سكر التموين في الوقت ده، اركنيه كده على جنب. لكن لو ابيض عادي اشتغلي بيه مفيش مشكله. هنضيف عليهم كده معلقتين كبار من عسل الجلوكوز. وانتوا عارفين طبعا هنا عسل الجلوكوز هنا ما شاء الله ممكن نستبدله بايه، بعسل ابيض لو متوفر عندك. تمام. وهنقلبهم كده. ولو وصلتي بقى معايا لغايه هنا حبيبه قلبي، ما تنسيش بقى تحطي لاختك ام احمد الغاليه كده ايه، اللايك. تمام. وكمان تشير الفيديو لاكبر عدد عشان الكل يستفيد. حطيت كمان كده ربع معلقة من ملح الليمون. وطبعا برضو ممكن استبدلها بعصير نص ليمون. تمام. هطلع بيهم كده على النار وهسيبهم اول ما يغلوا. هحسب بالظبط كده الوقت ان هم يقعدوا معايا دقيقتين بس على النار. تمام. الشربات ده انا مش عايزاه يبقى شربات تقيل، انا بس عايزاهم يا دوبك بس اول ما يغلي. احسبي دقيقتين بعد الغليان على النار، وبعد الدقيقتين دول ارفعيه على طول. هنجيب بقى البولة بتاعتنا اللي هشتغل فيها، هنزل فيها كده بالجيلاتين اللي احنا كنا عاملينه في الأول، وهنزل عليها بالخليط اللي الشربات بتاعنا ده وهو سخن. زي ما هو يعني، ما تسيبيش وش يبرد ولا أي حاجة. هجيب بقى المضرب الكهربائي بتاعنا وهنشتغل بيه. ويفضل في الوصفة دي المضرب يا جماعة، بلاش مضرب يدوي وبلاش خلاط. المضرب يفضل اكتر. انت شفت بقى الخليط ضربناه حبه حبه كده واحنا ماشيين، خد بالظبط معايا كده من 10 ل 12 دقيقه، لغايه لما وصل معايا كده اللون الابيض زي المارشميلو كده، واداني قوام الكريمه. تمام بقى متجامد. بس ما تخافيش خالص، هيبقى معاكي زي الفل. وهيعمل ايه؟ هيبقى قشطه يا ست انت وهي. احنا بنعمل قشطه، اوعوا تنسوني وتوهوني احنا كنا بنعمل ايه. هجيب بقى القالب بتاعي كده اللي هصب فيه او علبة تلاجة زي ما انا جبت كده برضو، وهندهنها بزيت. يا اما تفرشيها كده، تحط فيها ورقة زبدة او كيس، بس انا بصراحة قلت ادهنها زيت احسن. وبعد كده هديها رشة من الدقيق، وبعدين عليها كده رشة من الجوز الهند. وبصوا بقى الفرق بين القشطة والمارشميلو، ان القشطه بتتلف بجوز الهند، اما المارشميلو بتغلف بنشا وسكر بودره. ماشي، خدوا بالكم من المعلومه دي يعني. وكمان كده جبنا جوز جوز مين. بعد ما رشينا بقى جوز الهند، حطينا كده الزبيب وهنزل عليهم. شايفين القوام بتاعنا قد ايه كريمي، قد ايه جميل قوي. وشفتوا البياض بتاعه، شفتوا بصراحه انا مش عارفه اقول لكم ايه. هي فعلا قشطه يعني، وتستاهل، وغاليه. ليه؟ معرفش، مش عارفه بصراحه. يعني احنا دلوقتي كل اللي عملناه كوبايه سكر، ربع كوبايه ميه او نص كوبايه ميه، ومعلقتين جيلاتين بس. وعملنا قشطه. القشطه اللي بتتباع يا جماعه كده، وبحط لك منها بس قطعه او اتنين في حلاوه المولد. وحطي كمان يا عم حتتين تلاته، لا لا اصل دي غاليه وما ينفعش ان احط منها كده. دي كيلو منها بشيء وشويات. ماشي يا سيدي، ماشي خلاص. فطلع اصلا الموضوع سهل جدا، مفيش فيه اي افتكاسات، مفيش فيه اي صعوبات يا جماعه. مش عارفه احنا ليه بنصعبها على نفسنا، مع اننا نقدر نعمل كل حاجه حلوه في بيوتنا وكل حاجه جميله ما شاء الله زي الفل وبأقل تكلفه. و...
وهنشيص الولاد وهنفرحهم بصراحة يعني. المهم خلونا بقى في الموضوع بتاعنا، انا خرجت منه كده. بصوا بعد ما صبينا بقى القشطة بتاعتنا، انا هسيبها كده في جو بره التلاجة خالص، يعني ساعتين تلاتة كده بره في جو يعني يكون في تهوية. وبعد كده ندخلها التلاجة عادي. على فكرة أنا ما بيتهاش والله العظيم. أنا ما بعمل حاجة كده حلوة بصراحة بكون فرحانة جدا ومبسوطة وعايزة بسرعة كده أخلصها، علشان أوريها لكم بسرعة بسرعة كده بصراحة، وأقول لكم عليها وتروحوا تعملوها على طول. شفتوا بقى قوام القشطة عامل إزاي؟ تعالوا بقى لتقطيع القشطة. بالنسبة لتقطيع القشطة، انتي السكينة كنت دهناها زيت، تمام، تدهنيها زيت الأول، وبعد كده ابدأي حطي السكينة واضغطي عليها قطعي، ماشي. وقطعي بقى الحجم اللي انت عايزاه، يعني التقطيع ده براحتك انت خالص، يعني مش هقولك قطعها كام سنتي، يعني مربعة مستطيلة بقى زي ما انت عايزة، ماشي. بصي اهو بالشكل ده بصراحة حقيقي. يعني خليكم معايا، احنا لسه شغالين اهوت وهنقول لكم حلوة ولا ايه بالظبط، وهقول لكم رأيي فيها بصراحة وتستاهل انها تبقى غالية ولا لا. بصوا بصوا، شايفين انا عملتها كده، القوام ده جميل قوي. شفتوا بقى المطة الرهيبة بتاعتها دي؟ مطة ما شاء الله جميلة جدا. والطعم مش عايزة اقول لكم، انا مرات ابني كانت واقفة هناك عايزة تدوق بسرعة بسرعة، فانا قلت لها اصبري. شفتوا احنا كلناها بجد بجد جميله جدا. شايفين يا جدعان؟ شايفين حته القشطه اللي بنجيبها في علبه الحلاوه ما شاء الله؟ حاجه زي الفل. شفتوا قد ايه حلاوه المولد اصلا؟ مش مكلفه اساسا في عمايلها وفي تصنيعها. مش عارفه ليه هم بيغلوها، حد يقول لي ليه هم بيغلوها بقى يا جماعه؟ يعني ما شاء الله بصوا كده، بكوبايه سكر واحده عملنا يعني تقريبا كده بالظبط نص كيلو من القشطه. والله العظيم يعني ما شاء الله. ومش عايزه اقول لكم كمان ان كل اللي دقها قال لي بجد تسلم ايدك يا ام احمد، بامانه والله. قال احسن من اللي بتشتري من بره، احسن من اللي بتيجي اصلا في علبه الحلاوه يا جدعان. كل سنه وانتم طيبين قوموا كده بسرعه اعملوها وجربوها، وقولوا لي برضو رايكم في الكومنتات، وقولوا لي يعني تستاهل ولا لأ. والموضوع على فكرة ما خدش وقت خالص، وشغلها كده ما شاء الله سهل، ومكوناتها بسيطة موجودة عندنا في البيت. انتوا كل اللي هتجيبيه ب5 جنيه بس جيلاتين من عند العطار، وتقولوا له هات لي جيلاتين نباتي حلال، وهتعملي احلى حلاوة مولد عندك في البيت يا ست الكل. وهتعملي احلى قشطة يا قشطة انت وهي. وما تنسوش بقى تحطوا لي اللايك الجميل منكم، وكمان تكتبوا لي كومنت محفز منكم كده حلو اللي بيخليني استمر معاكم وبيشجعني. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة. الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.